مساء الخير، مساء المحبة، سعادة، أمل، تفاؤل على كل من يشاهدنا. تحياتي لكم، حلقة جديدة، حلقة إن شاء الله تكون مميزة، حلقة مختلفة. ضيفي فنان كبير مهم جدا، ملحن خطير، موسيقار هالكود زهير. مساء الورد، نورتنا. مساء الورد، شكرا. الله يخليك يا نزار، صار زمان ما شفتك وانا فرحان جدا بهذا اللقاء معك. الموسيقار الكردي الشهير شكرا. هالكود زهير. شكرا. الله يخليك. انت ماركة جميلة بالفن هنا في اقليم كردستان. ام كاتد باش ماما صا ايوه ريتو باش كاك نزار قالك سباس بو او مقدمة جوانا لسر من خوش حالم كأمروك وكسايتيك هميشا براندك ناو دبرم أمرو لبواري موزيك لكردستان شانا زيدا كم بأكي كتيدا اي شو ماما صا ريزو احترامتها يا تو برادر مي واظاني من زور توم خوشوي اكيد. استشون برنامج شلون استهروا من تو برادر ميت نطوان محراجتك استشيك ماما صدي والله مشكلته دايما نالي موكو اشتكي خوتو ديتنا من شلون ماما صا وصف منك من شي نزار فارس شيء نزار فارس ميروليك آراما ميروليك آراما بآرامي فقيري ديت ايه لدواي بيت عقربك خطر يعني تكتدات ماما صا من عقرب لنا بروجرام لشخصيتي درونا لشخصيتي درو زور جواني مربي زور شيرين زور مخوش ريكو فيك بس لنا بروجرام ستايلك هي الا ده بيزل جدروسكي عبيزل يعني من يادما حاسس لسطجنيه من بخوش من خوش بوام با اجا بروجرام ايشك نكي كاريكي ونركي دنگدانوي نبي زور بيغمان بيدوا هيش نكردوا بلان دايما تكريكك هي لا هيك كس ناتشي طبعا ولا لايمن باشا بوزيتيفا من يعني هيك كس ناتشم لكس ناتشي لنزار فارسة بس خود ستايلك هي زور بآرامي دس بيدكي كسكي ميوانا كت اخيت نوع حلقيه كوا خواخواتي توقيت توابي درباز براكب. تحياتي لك، يسلم علي، يسلم على المشاهدين. يقول سعيد بهالمقابله. يقول نزال فارس اللي يشوفك انت حالك حال النمله بعدين تقلب علينا تصير عقرب. خلينا في دائره ونتمنى تخلص اللقاء وتطلع الدائره. لا ان شاء الله نكون وياك اليوم مو عقرب، لطيف. راح اكون ان شاء الله وياك لطيف. شكرا. نورت وشرفت. شكرا. ملحن كردي شكرا. مهم في اقليم كردستان. انت ماركه جميله حقيقيه. شكرا. انت كلش مشهور هنا في الاقليم، مسوي ضجه. انا احب الرجل اللي عامل ضجه. شكرا. انت ضجه مسوي هنا في هو دائما اربيل. اي شخص باي مجال لو تكون يعني مختلف لازم دائما اعماله تعطي ضجه كبيره بحيث انه ما موجود لا هذا ستايل لا هذا الشغل لا هذا النوعيه بالنسبه لاختصاصي كموسيقى. نعم. هيك. وانا دائما يعني فكرت يعني لما بلشت بشغل ما حبيت اشبه حدا بالفن بالموسيقى الا اشبه نفسي هالكود تشبه نفسك بس هالكود جميل. وبهذا كونت نفسي انا الحمد لله. وصلت لآخر مراحل، اشتغلت مع أكبر عمالقة الفن الكردي وفن العربي وحتى اللغات الأخرى مثل تركي إيراني. جايك بيها، لا تحرق الأسئلة كلها، جايك بيها. أنت على ما أعتقد أنت من السليمانية؟ من سليمانية، تولدت بسليمانية. خلكي سليمانية تمام وسطا؟ خلكي سليمانية. من دايكم كردة توزاني دايكم كردة طلبانية بيغومان دزان دايكم كردة طلبانية سليماني شاري وشمبيري وشاري ثقافة بيغومان وإستاهوليري شاركي أيتشون برلا وشمبيريات برلا جواني برلا داهنا برلا جوانا كان شاري زاخود وهوك كركوك همي هالوكيكن وهم شاركاني عراق بيغومان. أكيد نورت. أنت أنا أحب السليماني أكيد وأعشق مدينة أربيل طبعا. أكيد أنت سافرت بال96 إلى ألمانيا، صح؟ تبحث هناك عن الموسيقى، تطور موسيقتك، تريد درست الموسيقى. إيش ضافت لك الثقافة الألمانية؟ تجربتك في ألمانيا هناك إيش ضافت لك؟ أنت اليوم ملحن من القومية الكردية صح؟ نعم. أنت رايح لألمانيا شو تسوي هناك؟ أكيد. أنا درست الموزيك فيلم موزيك جرافيك. لما تشوف المحطات الأخبارية مثل رودا وكردستان تي في زاغروس حتى العربية حتى في محطات الثانية ممكن أنا ما أكلم فيها كتير
الموسيقى ايدنتيتي رئيس الاخباريه هو مالي. الفت اكثر من لقناه روداو، الموسيقى الرئيسيه لقناه روداو إلك. كل التايتل، كل البرامج الاخرى كمان من روداو وكردستان تي في وزاغروس، 3 محطات من كردستان إلك. وكمان كثير عملت الموسيقى الايدنتيتي، يعني الرمز لرمضان لقناه العربيه، لقناه تين المصري، لبعض القنوات اشتغلت لكثير قنوات. حاولت تعمل تلاقح ما بين الموسيقى الكرديه والموسيقى الالمانيه؟ شوي اخذت من عندهم، من ثقافتهم، من روحيتهم؟ اكيد، لانه هذا الموسيقى لما تتعامل للمحطه، محطه اخباريه، محطه سياسيه، ده مختلف مع تلحين الاغاني وتتعامل أكيد. مع كلمات. لا، هناك موهبه مع علم، الاثنين مع بعض تتوافق بحيث تطلع باقل وقت. مثلا في موسيقى لروداو سويتها 12 ثانيه، لازم انت تعطي المضمون الفكري والواقعي. حلو. وعندك بصمه شلون بتلحين. عندي لازم بتأليف الموسيقى كمان عندك بصمه. لما تسمع النكهه الاخيره تحس هذا محطه فلان. حلو. وهذا من اعمالي. انت هنا باقليم كردستان جدا مشهور، منو اشهر منك بأربيل او كاقليم الصراحه بموسيقى بالتلحين؟ لا، ما في. يعني انت اشهر واحد باقليم كردستان؟ طبعا، على صعيد حتى بالصعيد العراق كمان، لانه ممكن شي بكرديتو اشهر شلون بكرديه؟ يعني الناس راوترين كسايتي تويت حتى اقليم كردستان تويت نمبر 1 نمبر 2 شيء قلتوا نمبر 1 نمبر 2 شيء ما لي علاقه بالنمبر 2 نمبر 3 كلهم في يعني انت نمبر 1 بالاقليم. هو اسمي واعمالي وتاريخي بيعطيني هذا. يعني انت لما اطفال بالشوارع بتشوفوني طبعا بيقولون استاذ هالكود زاير، ما مصطفى هالكود، ما مصطفى، كله بيسمون ما مصطفى هالكود. بس سؤال، نعم، انت عليك ضجه لغط يعني شلون بالكردي ما افهم شنو يعني لغط. ضجه كلام عليك كثير هنا بالاقليم. اذا انت موجود عندك اعمال اكيد عليك الضجه. اذا انت تقعد بالبيت في حد بيتكلم عليك؟ اكيد لا. اذا انت قاعد بالبيت، هلا نزار الفارس راحت لمصر، عمل المقابلات واللقاء، عملت ضجه كبيره. ليش حدا تاني ما بيعمل؟ ليش مو عندهم اسم هيك؟ انا اخليك بنفس الدائره اللي انت تحطيني بدائره. ليش الاخرين مع احترامي وحبي لهم ما بيعملون؟ هالكود كمان، هالكود ظاهر اكيد اسم وماركه وبراند بالمجال الموسيقى. واللي انا وصلت بالصعيد العراق، انا اكلم مش بس كردستان ولا ملحنين يوصلون. جايك انت كرموك بمصر الامم المتحده مؤخرا انه تجاوزت 1500 او 2500 لحن رسميا مكتوبه بالسيستم الفرنسي. لازم 2500 لحن. انت مش انت تجيب من جيبك تطلع تقول انا صاحب 1000 لحن او 2000 لحن، ما يصير. لازم تكون موجوده بسيستم المؤلفين العالمي. يعني انت عندك مكتوبة. 2500 لحن. عبرت اكثر هلا حاليا. شهر الواحد كرموني الامم المتحده، عملوا احتفال حلو. وكمان اخر اعمال لفنان الراحل العملاقه سندريلا الشاشه العربيه سعاد حسني. كان اخر لحن من لك. خلينا نشوف مخرجنا ان شاء الله، مخرجنا الجميل كاكوفان، اذا تسعفنا باغنيه لسعاد حسني. فاكر ولا ناكر. حريد نسمعها، حطيت جهزنا اياها. كانت اخر عمل تعاملت مع سعاد حسني. طبعا لحنت لسعاد حسني. خلي المشاهد يفهم، الملحن الكردي هالكود زاهير من اقليم كردستان لحن لسندريلا الشاشه العربيه سعاد حسني. وعشت معاها فتره اخيره بلندن فتره بلندن كان كنت معها بلندن كل شهرين مره اكون بلندن. هاي صدمه للشارع اليوم اللي سمعنا، للشارع العراقي، انه ملحن هنا في اقليم كردستان يلحن لسعاد حسني. اكيد. ولحنت لاخريات كمان، للفنانين الكبار. اعطينا فاصل. رجعنا لكم من بعد الفاصل. راح ناخذ الاغنيه اللي لحنها الملحن هالكود زاهير لسعاد حسني، يعني من العراق، شخص تحديدا من اقليم كردستان
يلحن لسعاد حسني اغنيه هاي شلون؟ خلينا نشوف، لازم نشوفها. نعم. إن كنت فاكر قول، وإن كنت ناكر قول، إن كنت فاكر قول، وإن كنت ناكر قول، جاوب أوام على طول، ولا أنت يمكن مش مفاكر. ما شاء الله. الاسم مكتوب هالكوز زاهير. صلاح جاهين. كلمات صلاح جاهين. صلاح جاهين وتوزيع يحيى الموجي. حلوة. كانت أجمل امرأة على الإطلاق. هي أجمل امرأة. إن كنت فاكر قول، وإن كنت ناكر قول، إن كنت فاكر قول، الله. إن كنت ناكر قول، عافية عافية عافية. كاكوان الذهب. أنت يمكن مش مفاكر. إن كنت فاكر قول، إن كنت ناكر قول، جاوب أوام على طول، ولا أنت يمكن مش مفاكر. فاكر لما كنا في ابو سمبل، والمناظر شيك ويسنبل، وقابلنا شيرلي تنبل، وتصاحبنا مع العساكر. هاي اخر اغنيه لها. فاكر ولا ناكر؟ فاكر لما كنا في ابو سمبل، والمناظر شيك ويسنبل، وقابلنا. عملت أعمال أخ معها. نعم. سجلت حوالي أكثر من 6 ساعات. قصائد صلاح جاهين، أداء هاي الأغنية من ألحانك. من ألحان سعاد حسني الله يرحمها. نعم. وكلمات صلاح جاهين. الشاعر الكبير صلاح جاهين وتوزيع يحيى الموجي. هذا كان فترة لندن. كنت أعمل معها بروفات لأنه كان 3 أغاني حضرت لها. نعم. يعني أنت آخر ملحن تتعامل مع سعاد حسني الله يرحمها. أكيد آخر ملحن أنت. أكيد. وشين شعورك من تتذكر؟ يعني هي أنا بالنسبة لي قدوتي الأولى بالفن. هي نمبر 1 عندي بكل مقاييس. يعني هي فنانة عظيمة، فنانة ذكية، موسيقية جدا وحساسة، وسبحان على خلق الجمال. سبحان اللي خلق أكيد سعاد حسني الله يرحمها. أنت بما أنه أنت الملحن الوحيد اللي تعاملت مع سعاد حسني ولحنت لها آخر عمل لها اللي شاهدناه قبل شوية، أرجع وأسألك السؤال مرة ثانية، هل لا زلت تقول أن سعاد حسني قتلت ما انتحرت؟ سعاد حسني 100% قتلت وأنا الشخص الوحيد اللي حضرتها ما تكتب، ما تعمل وما تحكي بالموضوع مذكراتها. يعني أنت نصحت سعاد حسني لا تكتب مذكراتها، لا تكتب مذكراتها حيكتلوها. تكتب مذكراتك بس ما تتكلم فيها حاليا، مش هذا الوقت مناسب. يعني أنت نصحتها؟ أكيد، لأنه حددنا. ليش نصحتها؟ شنو السبب؟ ليش نصحتها؟ لأنه ما كان بهذا الظروف اللي هي كانت موجودة بلندن، يعني تقدر ترجع على المصر، مش مناسب الوقت. مش مناسب الوقت. احنا خططنا تشارك هي بأفلام عالمية. يعني سافرت أنا وأستاذ علي بدر خان لأمريكا مع الفنان الكبير ميل جيبسون. كان في فيلم تاريخي وكانت هي ضمن ستاف الفيلم، يعني كنت تشارك فيها. نعم. يعني أنا رأيي ترجع لمصر وتبدأ بدشاطات بس بدون ما تكتب مذكرات. في وقت اللي كانت المناسب تتكلم عن مذكرات. هل صح هي من أصول كردية؟ هي من أصول كردية. سعاد حسني؟ نعم. أبوها كانت من سوريا، خطاط الشهير محمد حسني البابا، سافر على القاهرة. نعم. هو اللي كان يكتب على مكة الشريف القرآن الكريم. نعم. وبعدين عايشة هناك وتزوجت بمصر وتولدت ب 1966. أخذ الجنسية المصرية. لغاية 66 ما كانش عنده جنسية مصرية. ما شاء الله. معلوماتك حلوة على طبعا السندرة طبعا الشاشة العربية. طبعا حسني إن شاء الله القادم أجمل. أنا على ارتباط بعائلتها. أختها سيدة جنجاء عبد المنعم وسيدة جيهان عبد المنعم وابن أخته محمد على تواصل يوميا. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. الله يديم المحبة. شكرا. والله يديم التواصل. أكيد. تعاملت مع مطربين عرب كثار. تعاملت مع سميرة سعيد، تعاملت مع مياد الحناوي،
تعاملت مع الفنان المصري علي الحجار، فضل شاكر كمان. فضل شاكر. نعم. ليش؟ في كثير. شوف السؤال، ليش عملت اياهم؟ شلون؟ ليش؟ طبعا جابك عليهم. طبعا الإجابة أنا كان عندي طموح ولا زال عندي طموح، رغم أنا وصلت لكثير مراحل. نعم. بس طبعا دايما بدائرة اللي أشتغل وألحن فيها حبيت أكبر دائرة على مستوى الكردستان. نعم. للعراق، لبلاد العربية، لبنان، مغرب، تونس، جزائر، ما في بلد العربي فنانين نعم. موجودة أنا ما لحنت لهم. مصر، تونس، مغرب، جزائر، ما شاء الله، لبنان، سوريا. تعاملت مع أغلبية الفنانين العرب. ما شاء الله. مع من ارتحت بالتعامل؟ مع من؟ والله كلهم. أكثر فنان عربي ارتحت بالتعامل معه؟ سميرة سعيد. سميرة سعيد. السيدة سميرة سعيد أبعث تحية. كمان مياد الحناوي له 2. طبعا غير السعاد حسني أكيد. وفنان علي حجار، يعني بالطبيعة وبأسلوبهم وبطاقة اللي تعطيك باستوديو بالتعامل كان على آخر درجة الممتاز. تعاملت مع سيدة وردة كمان ممتازة جدا. نعم. والأخريات وآخرين كلهم. نحسك أنت بس تتعامل ويا العنصر النسوي ما ليش؟ الكوت زاهر بس تتعامل حسك بس ويا النسوان؟ لا، أنا لحنت كثير للمطربين. تعامل مع النساء أسهل من الرجال؟ أصعب. رجال أسهل بكثير. ليش؟ ولكن دايما الظاهر أنت تحب الصعب. لا تعرف مشكلة، شوف المشكلة دايما عنصر النسائي تبين عمل أكثر، هذا صراحة يعني. هذا نقطة أكون صريح معك. يخلوك تبدع أكثر. النساء تحب تبدع أكثر بالشغل معهم. النسوان اللي يخلوك تبدع أكثر. يجوز. ولكن كمان إذا عندك صوت حلو بالرجال كمان أكيد. زين، أسألك سؤال. تجاوبني بصراحة. من أجمل صوت كردي بإقليم كردستان من العنصر النسوي؟ من أجمل مطربة كردية عندكم بإقليم كردستان؟ لا تقولي ليلى فريقي، تحياتي لها. ليلى فريقي غيرها. ليش تقول من هي أجمل؟ من الشابات. فهمت سؤالي؟ من الشابات من أجمل صوت شوف في باخان، بس تركت هي كمان. باخان كمان من أروع أصوات. من الشابات من؟ والله موجودين. حتى في تارة رسول من أصوات راقية جدا وحساسة جدا. برواز حسين أبعث تحية خاص إلها. أنا برواز حسين أحترمها جدا. فنانة محترمة. نعم. سيدة راقية جدا وصاحب صوت جميل، إحساس جدا. وأتمنى له برواز. إحنا كلش نحبها. أنا كمان. وكانت بمهرجان الأخير موجود في بغداد. طبعا. ليش ما رحت مع برواز؟ والله حسب لك دعوة؟ حسب أنا كان مشغول باحتفال آخر عندي، بكذا احتفالات بهذا الفترة ومشغول عليها، عشان هيك. بس طبعا هنيت البرواز خان أكيد. ده افتخار إلنا، وهي سيدة عظيمة جدا. وكمان في دينا صوتها حلوة، في لوكا زاهر صوتها حلوة، يعني في إلايدا متين من الجيل الجديد صوتها حلوة. وعندي وجوه جديدة كمان إن شاء الله تبين. بس عندنا تشوبي فتح واحدة من أصوات قوية. كتار آلان عمر، سيريل فتاح. الأجمل انطيني واحدة بس. أجمل صوت من؟ باخان. ليش مو دينا؟ لا، في فرق بين ستايل دينا وستايل باخان. كإمكانيات تختلف. كل حدا يتغني بستايل معين. كلهم أنا جبت حلوات. ودينا مطربة ناجحة، مطربة مجتهدة جدا. وبعزة جدا أنا. ما مصلح. نعم. سير منك. دينا لشوية. دينا أمي بظالم. دينا لشوية. جاران 24 ساعة دينا القلتاية. بيستشوار ساعات جاران دينا القلتاية. دينا روي. دينا لشوية. دينا تظل من حزم لدينا زور.
توزاني من زور انا احترم دينا، احب دينا. اكلم بالكردي ولا بالعربي؟ اتكلم بالعربي بالكردي. دينا وين؟ ليش دينا مو وياك؟ ليش ابتعدتوا عن بعض؟ اوكي دينا طبعا اكو واحد يبتعد عن هذا الجمال كله. شوفها دينا الرقيقه الحساسه الصوت الجميل. دينا يا ظالم دنگێکی خۆش کچێکی زۆر باش هونەرمەندێکی زۆر باش و زۆر خۆشەویستە لەلای من و هەر خۆشەویستی لەکوێیە دینا لەگەڵ شەریکەتێکی تر عقدی کردو ئەمەش حەقی خۆیەتی چەند ساڵێک جار هەر لەگەڵ تۆ بوو استعقدی کرد ئەوە حەقی خۆی برمەتان خوارد هەردووکتان ئەیام البەڕمە نسيتوها أيام الشيريني. شوف كاكا نزار كل شغل فيها حد وتاريخ معين يعني بس أنا أحس دينا زعلانة منك. لا إحساس لا حس كم دينا عاجز بوليه. لا ما في زعل ولا شيء. أي لا أكيد لا هيج عاجزين ليك وكسيكي زور بريزة زور خوشي سلايمن استعقدي كردوها عقدي كردو حق خويتي أجي أزاني شو أنا توقر عقد كسيك عقدك بو بيت بيشوا من نتوان شو وقت آخر مرة شفتها كي آخر جاتود دينا ما ويك بيش استا بينك بيجو كعقدي كردبو قراني كي حاضر كردو لقال شريكك هناك خو عقد كردو بو بولاي بولاد بوستودك سنابك كان لك هنا بولاي من قرانيك تسوي سنابات تسوي انت ودينا قبل كنتوا هسه وين ولا مسوي عقد هي صح دينا مسوي عقد غير شركه بس ليش مبتعده عنك؟ لا مو موضوع مشغوله هي فيها عقد مع مصنع مشغوله شنو هي مشغوله مش موجوده على طول بأربيل ممكن هي عندها شغل تواجد لا موجوده بأربيل بالبغداد ومشغوله على شغلها يعني بس هي تظل دينا عزيزة على قلبي وهي احنا عزيزة على قلبنا إنسانة عزيزة على قلب كل العراقيين وإنسانة وفية إنسانة محترمة جدا. شاهد شيل دينا مخرجنا أنا أموت على دينا من دينا بخوشة كلنا نحب دينا كلنا نحب دينا أنا دينا دينا هاي أغنية من ألحانك طبعا من ألحاني نكهة الأغنية كردية. يا سلام يا دينا. لا إن شاء الله ما لا في يضرب الفيديو. لا أعطينا الحقوق. دينا ورا فريام كون نزال لكم ممكن كاكا دينا خوش يسأل أيضا. هالشي ديالي حروايا هالشي ديالي حروايا اي اوكي اصير كذا اوكي من نجيوا ناوي دينة نسيوا طلع اها رجعنا خلينا نشوف شنو الموضوع. لبازاري قيصري جودي وارد كريوا اوكي اديتر يعني ناوي ديناي للسراء الله تبيج ويش تعمل لنا ديوا سونا ما تكردوا حلو كلام حلو بعد تحياتي لشاعر الأغنية فنان قادر أسعد. تحياتي له. دينا صوت جميل محترمة جدا أنا جدا أحبها أحترمها أحترم فنها أحترم السيرة اللي قدمتها شكل جميل صوت جميل كاريزما حضور مثقفة أتمنى تكون هي بخير دايما إن شاء الله دايما تكون بخير. العقد يا رب يوفقها بالعقد يوفقها إن شاء الله. أشوفها تغني أغاني عربية طبعا تكسر الدنيا بالأغاني العربية مثل ما هي تكسر الدنيا بالأغاني الكردية. هي موهبة دينا زور جوانا وريكوبيكا جوانا أكيد أوكي. هي موهبة هي صوت حلو تملك صوت حلو جميلة وسيدة طيبة جدا تحياتنا قلبة طيبة أتمنى له خير دايما نجاح إلى نجاح. زين هاي الأغنية عليها مقام عجم اسمه عجم أنا ما أفهم اسم العجم. نعم حلوة لحنها جميل. أظن تكون دبكة قريبة على دبكة الكردية دبكة الكردية ستايل دبكة الكردية ستايل دبكة الكردية نعم. والستايل أكيد جميل ولبسكم كذلك جميل. أي لبس الكردي كتير اللبس الكردي كتير حلو كثير حلو.
انواع عدل لي انواع المقامات بالموسيقى الكرديه، لو نفسه عندنا بالموسيقى العربيه نفس الشيء. هو موجود كل المقامات. مثلا عندك بيات، عندك عجم، عندك سيقا، عندك حجاز كار، عندك مثلا عندك هزام، عندك يعني في كتير يا مقام، ولكن في بعض الاشياء مربوطه بينا، في خوكر، في سفر، تقريبا هذا روح طابعه لكردي. وفي جزء من ايران تستعملون هذا المقام، وفي دشت كمان موجوده بالكرد بايران وعراقي. شنو قريب على قلبك؟ مقام اي اكثر مقام بيات والكرد. هذا المقامين احبه اكثر من كل مقاماته. بمرحله ثالثه طبعا راس، هم 3 اكثر شيء، ولكن اللي اكثر قريب راس عليه يعني راس يعني قبل، راس يعني قبل، راس يعني قبل. بس اكثر شيء انا بحب بيات. الراس بيات والكرد هم الاثنين اكثر شيء. اكثر ملحن عراقي تحب تتابع انت؟ والله اتابع اعمالهم بشكل عام. علي بدر، نصر البدر استاذين يعني، وكمان علي صابر، هم 3 اسماء كبار. الحانهم كثير حلوه. زين اقرب ملحن عراقي على قلبك انت هنا في اقليم كردستان، ملحن كردي لك اسم كبير جدا معروف، بس من اخواننا العرب، اسم واحد بس. بالعراق ولا عرب؟ لا بالعراق، اسم واحد بس تحسه مبدع. واحد والله بين النصر البدر وعلي بدر. بين نصرة البدر وعلي بدر يعني عندهم تفكير مختلف دايما، عندهم روح مختلف. علي بدر بحبه كتير، يعني ألحانه قريبة جدا على قلبي بصراحة جدا. هو ملحن مبدع وذكي يعني عنده نفس جديد دايما. كل ما تسمع يفاجئك بشيء جديد فيها. علي بدر انا بحب علي بدر كثير اعمالها. ونصر البدر كمان من اعمال ناجحه توب. طبعا علي صابر ليش استبعدته شويه؟ حسيت لا ما بعدته، ولكن الحانه حلوه جدا. كمان ناجح، هو من ناجحين جدا ناجح. ممكن مطربين 2 يعملون ديو، هل ممكن باغنيه واحده ملحنين يلحنوها؟ لا صعب. ليش؟ لا أنا جربت هذا، ما بحب أجيب سيرته. زين. يعني جربت عمل كانت لسيدة ماجدة رومي، ولكن ما بحب هذا الفكر، لأنه الملحن بده مكانه، بده راحته، بده إحساسه. ملحن وموزع هذا أوكي لازم، ولكن نفس الكلام وملحنين يلحنون صعب. لا بالنسبة إلي لا. أكثر شاعر تعاملت معه من بغداد؟ من العراق طبعا أستاذ كريم العراقي الله يرحمه وضياء الميالي. هم الاثنين أكثر قريبة على قلبي، بحب شعرهم وكلماتهم. تحب نفس من بالشعر أكثر، ضياء الميالي ولا كريم؟ على الفصحى تجربتي أكثر من 20 أغاني مع أستاذ كريم العراقي. ولكن على الحب وعلى الستايل الجديد ضياء ميالي. وضياء ميالي من أشخاص اللي بحبها كل ما تكتب، يعني لغيري حتى أنا بتابع أعمالها. شنو أبرز أعمالك مع كريم العراقي؟ طبعا صلاح الدين الأيوبي، وقصيدة لدار الزايد شيخ زايد بن نهيان، وكمان قصيدة الكردستان، وحي رجال البيشمركة، وعيدك عيدك كردستان. والله كتير. وشيخ أول مرة أكلم فيها شيخ الشارقة شيخ سلطان، كمان من كلمات أستاذ كريم العراقي. وكان فترة الأخير آخر فترة كانت هو مريض، كان تكتبني على سيدنا عمر بن الخطاب. نعم جميل. كانت بلشت البداية، كتب يعني كلام تاني على أحد رؤساء العرب، طرح لي أنا ألحن، ولكن لسه الموضوع ما بعرف شو بيصير. يعني خير إن شاء الله. إن شاء الله. نسمع شيء للفنان الكبير المياد الحناوي من ألحانك. أيوة خلينا نسمعها. كلمات محمد مهدي جواهري وألحاني. يلا.
اللي دخلنا على الاغنيه موسيقى طويله. ندخل بالاغنيه قبل يا شباب. يلا يا مخرجنا كان كمان تعبناك ويانا. اي هذه لمياد الحناوي. نعم، اخذت عليها جائزه احسن ملحن بمهرجان الاسكندريه. احسن ملحن عليها. سيده جميله، سيده راقيه جدا. اختاروني بعد هذا العمل قصيده الشهيد لوطن العربي كمان هي غنتها. قلبي لكردستان يهدى الفم ولقد يجود بأصغريه المعدم. هذه كلمات الجواهري، محمد مهدي الجواهري. محمد مهدي الجواهري. نعم، ده قصيدة معروفة بالنسبة لكردستان، والحمد لله عملت ب 2013 واخذت عليه جائزة الأحسن ملحن بوطن العربي. لأنه كانت صاروخ، سموا صاروخ بهذا الجو اللي فيها أغاني خفيفة وهيك. رجع بالقوة سيدة ميادة حناوي واللحن الطربي. سجلنا بالقاهرة مع أستاذ يحيى موجي، توزيع أستاذ يحيى موجي، صديق العمر وموزع الحياة يعني. هو اشتغلت أكثر من 700 ألحان. هاي الأغنية جميلة يعني، من مياد الحناوي لكردستان الجميل، الفنانة القيمة طبعا الكبيرة طبعا. هي السيدة عمل عظيمة متكامل. هي من 5 أهم مطربات بالتاريخ العرب يعني، سيدة أم كلثوم، سيدة نجاة الصغيرة، سيدة فيروز، سيدة ورد جزائري، سيدة ميادة حناوي. هم من 5 أعظم ما جاي بفن العرب. شلون لاقت صدى من غنت لي هنا لإقليم كردستان؟ الصدى شلون كان؟ ضجة كبيرة كانت بالعالم العربي حتى. نعم. يعني أنا لغاية الشهر كان كل يوم بمقابلات، كل يوم. نعم. كل يوم. وهي سيدة راقية جدا جدا بتعامل، سيدة محترمة. وشغلة بحب أذكر فيها يعني، هي سبحان الله يعني عندها طاقة مختلفة. إحنا كنا نسجل هذا أكثر من 2 ساعات. فجأة قال يا أستاذ هالكوت امسح كل اللي غنيناه. قلت له صوتك تروح؟ قال لا 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 لا، غنتها وابدعت فيها يعني. أبدعت. هي سيدة، وسيدة جميلة جدا بتعامل. طبعا. سيدة محترمة راقية، تفهم فن الأصيل، وبحبها جدا. ابعث تحياتنا، احلى تحيه لسيدة تحياتنا لها. تحياتنا لها. انت ملحن مبدع اكيد. على الخريطه استبعدت دلشاد سعيد. نعم. ليش ما ذكرته؟ ما سالتي لي انت ليش ما ذكرته من قلت لك على الملحنين هنا في اقليم كردستان؟ لا، له تاريخ كبير. طبعا هو استاذ كبير. نعم. وموسيقار كبير. ولها تاريخ بصمات. هو يدرس برا الان خارج العراق. طبعا موسيقار كبير. نعم. اكثر اعماله بتاريخ فتره معينه وزعت اغاني فولكلور كثير. نعم. بطريقه جميله، وكونت موسيقى بمنطقه الدهوك. ما في حدا يذكر. بس احنا لما نتكلم على الموضوع بدهوك الان بدهوك اكو بارك باسمه. نعم، حقه، هو حقه. وكمان مالته محطوط بنص البارك. كبير وبحبه جدا. نعم. انا وانسان محترم هو جدا. ولكن احنا كلمنا على تعتبر استاذك هو؟ انت تلميذه ام تقول لا هو للون لا لا، انا ما شفته مره مرتين 3 مرات بحياتي بالمهرجان. انا كنت طالب مع فرقه الموسيقيه وفرقه الدوق كانت موجود، بس احترمها كاستاذي. بس انا ما درسني. انا اللي درسني علمني الموسيقى استاذ فريد عيسى، دائما اذكر اسمه بالخير، واستاذ صلاح روف، واستاذ انو قلداغي، هم الاساتذه الاساسي بالنسبه لي. بس طبعا استاذ فريد عيسى عايش بالسويد، ابعثه تحيات جدا. الله يطول ما شاء الله. هو اللي 5 سنين ونص عمري قبل ادخل بالمدرسه علمني نوتة الموسيقى. ما شاء الله. طبعا هو ما انسى فضله دائما، وهو استاذ جميل جدا جدا جدا. تعاملت مع الفنان عبد القهار زخوي. طبعا هذا الفنان هذا امبراطور الكبير. ريز احترامي هيا من زور احبه هوايه. انا كمان انا بحبه جدا.
وإنسان هو فنان بكل معنى، شخصيا احتراميا وفنه وصوته وأخلاقها. هو محترم عبد القهار، محترم جدا، صوت كارثة، صوت كبير، هو من أحسن أصوات نعم جاي بتاريخ الفن الكردي، من أفضل الأصوات اللي جاي بتاريخ الفن الكردي عبد القهار. يعني لو تختار 10 مطربين بالتاريخ من بداية لحد اليوم، أنا أختار واحد منهم، فنان الجميل وأخي العزيز عبد القهار زاخوي. صوت جميل، عنده كل طاقة، يعني مع طاقة الفنية عنده أخلاق حلو. شخص صوت جميل وشخص جميل ما شاء الله. بعد من الأصوات الجميلة عندنا هنا في إقليم كردستان؟ ما تدخلني بالمشاكل يا نزهر الفارس يا حبيبي، كلكم جميل، كلهم أصوات حلو، كلهم مطربين زين، بس أكيد في زياد أسعد فنان صوت راقي جدا، فنان عنده تاريخ. عندنا ميرا علي غنت أكثر من 300 أعمالي وأعمال صعبة. ميرا علي واحدة من أحسن أصوات. غنى لصلاح الدين، غنت لصلاح الدين الأيوبي، وغنت للشيخ زايد ولمحمد بن زايد، وغنت لزعيم الكردي الكبير ملا مصطفى البارزاني. غنت بكثير لغات بالكردي بالعربي. خلي أنا وياك المشاهدين اليوم نطربهم. خلي نسمع الفنان ميرا علي غنى شيء لصلاح الدين الأيوبي، صح، وإحنا خاصة بهذه الفترة تحديدا نعم. جدا محتاجين، مو صلاح الدين الأيوبي، نص صلاح الدين الأيوبي. احنا محتاجين فعلا، محتاجين هيك مثل بطل عظيم مثل صلاح الدين الأيوبي، واحنا نفتخر فيها. هو شخص كردي، القائد الكردي، القائد الوحيد حرر القدس. احنا عشان هيك نفتخر بصلاح الدين طبعا الأيوبي، كلتنا نفتخر فيها، نفتخر به جدا. عشان هيك أنا طلبت من الأستاذ كريم العراقي، كريم العراقي كتب أجمل ما يكون بحياته. الشاعر الكبير كريم العراقي كتب انشوده بحق صلاح الدين الأيوبي، أنشدها ميرا علي. احنا كنا نفتخر بالقائد العظيم صلاح الدين الأيوبي طبعا، وإن شاء الله يطلع لنا قائد ثاني يحرر فلسطين إن شاء الله في أقرب وقت. الله يحرر كل المظلومين يعني. آمين. يعني هو قائد كبير بتاريخ الإسلامي وتاريخ الشرق الأوسط أكيد، وأنا حبا لها عملت هذا العمل. نسمع ونشاهد، لا يمكن نفتخر فيها. يلا خلينا نشوف ونسمع. كاتبه كريم العراقي الله يرحمه. أستاذ كريم العراقي شخص متفاهم ومثقف، ما عنده تعصب نهائي. أكيد. محتاجين لنص صلاح الدين الأيوبي. ميرا كذلك صوت جميل، طرب زين وعنده أداء مميز. جدنا التاريخ عن بطل من الماضي له في جيلنا أثر وفي أجيالنا التي أيوبي كردي تخطى عصره بسنين، حدود الله يعرفها وما تجار باسم الدين. غناها ميرا علي، نعم، لصلاح الدين الأيوبي، من نعم. كلمات الله يرحمه الشاعر الكبير كريم العراقي. حلوة الحانها. أنا بصراحة حب حدا يكتب على كريم العراقي اللي خدم فن بالعراق وبالكردستان كمان. نعمل أغنية خاص لأستاذ كريم العراقي، وأتمنى أبعث تحياتي لأستاذ ضياء الميالي، لأنه أستاذ كريم من محبين لكلمات ضياء الميالي. نريد من الشاعر الكبير نطالب من ضياء الميالي يكتب أغنية لكريم العراقي. صح، لأنه حقا نذكره كل سنة. أنا مستعد ألحنه وأنتج العمل بحيث كريم العراقي تكون إحنا وراها وإحنا نحبها. يعني مش بس الوقت اللي كان هو عايش وتعاملنا معها، لا، لازم نذكره كل سنة وفي أغنية إلها خاص. إن شاء الله الشاعر الكبير ضياء الميالي ضروري يكتب لنا شيء على كريم العراقي، تكون من إنتاجك.
انا بعمل خلاص. ان شاء الله. تحياتنا لضياء الميالي والله يرحم الكبير كريم العراقي. ما تحب تلحن لكاظم الساهر؟ انا بحب الحن لاي اللي مطرب واللي يشتغلون بمجال الفن، سواء كان الكردي ولا عربي ولا اي لغه ثانيه. كاستاذ كاظم صهير من المطربين ناجحين واسم كبير. هو ملحن ناجح، يعني انا كشخصي معجب فيها اكثر من تلحينه حتى صوته. انت معجب بصوت اكثر من تلحينه؟ لا، انا معجب بالحانه اكثر من صوته. احنا عندنا مهند محسن صوت جميل وملحن جميل، كذلك على ذكر كاظم الساهر صوت جميل وملحن جميل. طبعا انت تحب تسمع كملحن كردي صوت مهند محسن ام كاظم الساهر؟ موضوع الصوت مختلف بالنسبه لي. انا صوت اللي بحب فيها احساس شديد، يعني احساس حار. يعني انا من اسلوبي من طبعي بحب صوت ماجد مهندس كصوت فنان. ماجد مهندس من الاصوات اللي قريبه على قلبي. ولكن لما تتكلم عن موضوع التلحين، استاذ كاظم الصاهر ذكي جدا بالتلحين، اعماله راقيه جدا جدا، الحانه كثير حلوه. وانا احب اذكر بحب اعمال اي اغنيه تحب؟ ياسر عبد الوهاب انا بحبه. ياسر عبد الوهاب اعماله كثير ناجحه، صوته حلو والحانه حلوه. اي اغنيه تحبها لكاظم؟ اكثر اعمال اللي بحبها لاستاذ كاظم صاهر اشهد ان امراه، وزيديني، وفي اغنيه كنت تحب انت تلحن زيديني عشقا؟ طبعا زيديني عشقا من علامات، طبعا علامه، يعني اللحن جميل جدا وراقي. بس اشهد ان امراه اللحن قوي جدا، اقوى من يزيديني، اقوى من زيديني عشقا بالنسبه لي كلحن. اشهد انت لو لحنك كنت لحن نفس هاي الطريقه الروحيه لم كان؟ بعرف انا هذا السكه لحنت وعملت، بس طبعا كل واحد لها بصمه خاص بها. يعني كل مثلا استاذ كاظم صاير عنده عمل خليجي البيت العنا. بيت العنا كثير من الالحان اللي بحبها كثير. الحان ناجح جدا وستايل مختلف. وعنده اشكي اليمين كثير حلو، اغنيه مصريه جدا حلو. نعم. اغسل بالبرد كمان عنده اعمال راقيه اكيد بلا شك. ان شاء الله القادم اجمل. شنو جديدك؟ شنو جديدي؟ عندي كذا عمل جديده. هلا على الاتصال مع استاذ فضل شاكر على اغنيه كتبها استاذ ضياء الميالي باللهجه المصريه. لسه بالبدايه العمل، في مفاوضات بيناتنا، تغيير اللحن وكلمات او شيء هيك. وعندي مع مطربين الاكراد، عندي فنان الجميل عبد القاهر زاخوي عمل جديد جميل. وعندي للمطرب الجديدة اسمها لافين نوري. وقدمت للميا كردية غير اللميا جمال. طبعا أنت ما سألتيني سؤال، أنا صوت اللي بعشقها بعشقها يعني عشق لميا جمال. لميا جمال أنا بعشق صوت لميا جمال. لميا جمال أعتبر هي التونسية الكبيرة، صوت كبير، وأبدعت بذا فويس. يعني هي غنت أكثر تقريبا 6-7 من أغاني ألحاني. نعم. وسجلت أكثر من 50 أغاني الكلاسيك مال أم كلثوم وسيدة وردة وسيدة نجاة وفيروز ومياد الحناوي كلهم. ولكن هي صوت تملك كل شيء. لما اللي سألتك عن الفنانات الكرديات، لذلك ما سألتك عن اللميا، لأن سألتك عن الفنانات الكرديات. أما فنانات العرب أكيد لميا جمال في القلب. أعمال الجديدة كمان عندي أغنية ديو لميرا علي وعدنان تيمور. وآخر عملي كانت مع مطرب شاب جديد كمان، لوران محمد وبشير آزاد، كل واحد سينجل. بفكرة جديدة مع فنانة الكبيرة ليلى فريقي، نبحث عن كلام جديد. وعملنا أغنية جديدة مع تارة رسول. أنا أعمالي كثيرة، مش عمل واحد أو عملين. جميل. عندي نشيد رسمي لمدينة زاخو لكرة المباريات حلو. رمز قدمت من قبل لأربيل. وفي عروض من نوادي العراقية كمان لسه بالمفاوضات يعني. الله يوفقك، نورتنا شرفتنا. خوش حال بوم. كلمة أخيرة لجمهورك اللي شاهدك حاليا، ماذا تقول له يا ملحن يا كبير؟
أول شيء أشكر حضرتك. نعم. حضرتك إنسان راقي وجميل جدا، بحبك أنا جدا جدا، عزيز على قلبي. شكرا. شكرا لهذا اللقاء الجميل. وهالمرة شلون ما كنت لطيف معايا، أشكرك يعني هالمرة. يعني اليوم كنت لطيف. هالمرة كانت شكرا إني نزل لطيف. أنا مو دائما لطيف تدري فيه. أبعث تحياتي للجمهور ولهذا الشاشة الجميلة اللي يشوفنا. نعم. بكرديش دلهم سباس بو جنابك تو برايك عزيز خوشويسي، سباس بو همو أو بريزاني كلا شاشة ديجلوية سائمة دبينن بو جمهوري كردستان هيوادارم كردستان وعراق هميشه آرام بي ومنطقي ولاطكاني كش همو يبقى آرامي بيت إن شاء الله. أشتي رو لمالي همو نجتماني همو لك مام رجع احترامتي يا زور سباس ما وصلتكم. سباس تحياتي لك، أشكرك جدا، يشكركم ويشكر كل من يشاهدنا. أنا كذلك أشكر وأشكركم. أحدكم نزال الفارس، إلى الملتقى، حياكم الله.